السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من افكار اللانش بوكس. في الفيديو ده هيكون الاسبوع ال27 ان شاء الله، وحبيت اعمل لكم فكرة جديدة وهي اسبوع من جنينة الحيوانات. يلا نبتدي على طول. ما تنسوش كمان تدوسوا على سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد من القناة. تعالوا نشوف الاولاد هياخدوا معاهم ايه يوم الاحد ان شاء الله. فعندي التلاتة هنا هياخدوا طائر البومة، والطريقه بتاعته هي سهله جدا. انا عملت التوست عادي، وبعد كده جيت بالكوبايه كده رحت حايشه الجزء اللي من فوق علشان يدي شكل الودان بتاعه البومه. واستخدمت هنا جبنه شيدر قطعتها بغطا ازازه علشان تدي العينين، وده زيتون شرايح، ودي جزء من العيش اللي هو الجزء ده، بس عملت منه مثلث عشان يدي المنقار بتاع البومه. جوه الساندوتشات دي فيها بس مسحه من المايونيز وسلامي علشان بس السلامي يثبت في التوست. كلهم هياخدوا هنا لبن مراعي نجوم ابيض بتاعت ميزو، انا نسيتها هناك بس ان شاء الله هياخدها. وهياخدوا هنا حاجه حلوه بسكوت من كويكر برقائق الشوكولاته، وكلهم عايزين زيتون، بس عندي ميزو هنا عايزين فراوله، سما عايزه يوسفندي، وانا حبيت اعمل لها على شكل ورده، وحبيت كمان احط لهم هنا بتوع الاكل اللي هم على شكل برضو حيوانات علشان يمشي مع الاسبوع ده. فيا رب يكون الشكل ده عجبكم، وهنشوفكم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم. العطافيل رجعوا البيت وهنشوف هم اكلوا ايه النهارده. هبتدي الاول بهنا، هي بتقولي ان هي اكلت نص الساندوتش بس. هنشوف هنا كل حاجة الحمد لله متاكلة. هنا هنا انت اكلتي اللي جوه الساندوتش، اكلتي اللي جوه الساندوتش وسبتي الساندوتش. سبت واحدة من البابروني. واكلتي اللي على الوش كله؟ لا اهو في هنا جبنة. لا ليه طيب؟ ليه ما اكلناش العيش كده؟ غلط صح؟ غلط ولا صح؟ غلط. سما هنا فاضل واحدة من البرتقان، او البسكوتة دي اتهرت خالص، بس هنا اكلت كل حاجة. انا اسفة على الازعاج انا عارفة الصوت ده بيكون عالي في الكاميرا. هنشوف ميزو كلت ايه. ميزو اكلت ايه النهاردة؟ اكل هنا الفراولة، ما اكلتش حاجة من الزيتون، واكل هنا معظم الساندوتش. ده كل حاجة. لا ده مش عصير، ده عصير بتاع ماما بس مينفعش الاطفال، نجيب لك واحد تاني. ده كل حاجة، وهنشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا نشوف الاولاد هياخدوا معاهم ايه يوم الاثنين ان شاء الله. يوم الاحد كان عالم الطيور، يوم الاثنين هيكون عالم البحار. فحبيت اعمل لهم النهارده الشكل بتاع السمكه، وده بيتعمل بطريقه بسيطه خالص هوريها لكم دلوقتي. اول حاجه الشكل بتاع السمكه ده عباره عن مربع، انا عملته بالقطاعه دي، وبعد كده بدل ما خليته مربع كده رحت حطيت السمكه بالشكل ده عشان يدي الشكل بتاع المعين. وبعدين قطعت الجزر لحلقات، وقطعت كل حلقه نصين وحطيته كده عشان يكون القشر بتاع السمكه. ودي برضو جزرة صغيرة وزيتون علشان العين. والديل بتاع السمكة هوريها لكم. هات يا ميزو. دي القطعة اللي انا اشتريتها في المشتريات بتاعت الاسبوع ده، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله. فعملت بيه شكل القلب الصغير ده، وبعدين حطيته من تحت كده في الشكل المعين ده عشان تدي شكل السمكة. يا رب يكون الشرح واضح. وعندي هنا سما هتاخد مانجا، زيتون اسود، عصير هو اسمه صن بلاست، وده بيكون اورجانيك 100% عصير من غير سكر من غير مواد حافظة، ونسكويك. وبالنسبة لهنا معلش هو ميزو بيحاول يقطع الخيار قلوب، صح يا ميزو؟ ماشي، فدي الدوشه اللي حاصله هنا بالنسبه لهنا هتاخد هنا فراوله وخيار وبرده عصير ونسكويك، وميزو هياخد خيارايه حته واحده عشان هو بيحبها كده. وهنا هياخد فراوله وبرده العصير ونسكويك، بس انا مش متاكده ان هو هيروح بكره لان هو عنده برد وبيرشح جامد النهارده، فلو صحي الصبح تعبان تقريبا هخليه في البيت.
وده كل حاجه. كمان حبيت احط لهم القطعات على شكل حيوان، فهنا في فيل، هنا في ارنب وباندا، وهنا في اسد. مين بيحب الاسد؟ انا. انت عميزو. وده كل حاجه هنشوفكم. لا دي لاين، صدقني اهو. سكسكي والله هو بيدي على اشكال مختلفه. معها سكسكي. خلاص ده كل حاجه، وهنشوفكم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم. البنات رجعوا من المدرسه. هو ميزو ما راحش الحضانه النهارده علشان كان دافي وما عرفش ينام بالليل كويس، صحيح كتير جدا عشان ما كانش عارف ياخد نفسه، فالنهارده ما راحش الحضانه. ممكن نروح الحضانه بكره ان شاء الله، ان شاء الله يبقى كويس بكره يروح الحضانه. فنشوف البنات اكلوا ايه. بالنسبه لهنا هي قالت لي ان هما كان عندهم ستار اوف ذا ويك النهارده، ووزعوا عليهم كيكه ولبن وحاجه تانية يمكن، او كيكه ولبن بس، فما كانش عندها وقت تاكل الساندوتش، فيعني على السما كانت متبهدلها الايام، ف هي ما كانتش الساندوتش، كانت بس الفراوله. شربت العصير وكانت النسكويك. نشوف سما هنا ما شاء الله. سما هنا اكلت كل اكلها الحمد لله، وكمان شربت العصير. وده كل حاجه. البنات بكره ان شاء الله مش هيروحوا مدرستهم علشان عندنا مقابله في المدرسه اللي هننقل لها ان شاء الله. احنا هننقل في مدرسه تانية السنه الجايه، فعندنا مقابله هناك. ادعوا لهم ربنا يوفقهم ان شاء الله. هي نفس المدرسه اللي قبلت ميزو، فيا رب تقبلهم هم كمان عشان يكونوا مع بعض في نفس المكان. فهنشوفكم يوم الاربعاء ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا نشوف الاولاد هياخدوا معاهم ايه يوم الاربعاء ان شاء الله. والحيوان بتاع يوم الاربعاء هيكون القرد. واضح ان هو شكله قرد. هقول لكم انا عملته ازاي. اول حاجه قطعت الدايره بالقطاعه دي او اي كوبايه عندكم، بس هنعمل شكل الدايره. وبعد كده استخدمت البسكوت ده اللي هو بسكوت ريدز او اي بسكوت مدور، عملت بيه الودان والجزء بتاع البق والمناخير. وبعدين استخدمت هنا رقائق الشوكولاته دي، حطيتها هنا 2 للعينين و2 للمناخير، وسيحت حته صغيره جدا عملت بيها البق. وده شكل القرد. عندي ميزو هياخد مع القرد فراوله وحته خيار على بعض عشان هو بياكلها كده، وحليب. بالنسبه لسما هتاخد حليب جزر ومانجا، وهنا هتاخد برضو حليب فراوله وخيار على شكل ورد. وده كل حاجه، وهنشوفكم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم. الاطفال رجعوا البيت، وهنشوف هم اكلوا ايه النهارده. افتحي طلعي اللانش بوكس قصدي. هنشوف الاول هنا. هي النهارده كان عندهم ستار اوف ذا ويك تاني، بس هي اكلت هنا كل حاجه. وهنا كمان فاضل بس حته صغيره من الساندوتش. بالنسبه لميزو هنا اكل كل حاجه الحمد لله. وبالنسبه لسما هي اكلت كل حاجه بس سابت اللبن، قالت عشان بقى دافي شويه، هي بتحب تشربه ساقع. وده كل حاجه، وهنشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا نشوف الاولاد هياخدوا معاهم ايه يوم الخميس ان شاء الله، اخر يوم في الاسبوع. النهارده الحيوان اللي معانا هي الضفدعه. يا رب تكون واضحه ان هي الضفدعه. واحنا كده خدنا حاجه من عالم الطيور، حاجه من عالم البحار، حاجه من الثدييات. والضفدعه بقى من ايه؟ اللي هيعرف الضفدعه نوعها ايه يكتب لي في الكومنتس تحت. هاخد اول 10 كومنتات ان شاء الله هحطها في الفيديو الجاي. شوفوا بقى يعني كمان في تعليم مش بس ترفيه. مع مادر هودي بيوتي كل ما تحتاجه الاسره. فهنبتدي على طول. بالنسبه لسما هتاخد هنا ساندوتش. الساندوتش ده محشي بيض مقلي، او على اولادي انا بيسموه بيض ملخبط. وهنا هتاخد حاجه حلوه. صاحبتي جابت لنا شويه حلويات شرقيه من مصر، فهتاخد هنا كنافه محشيه بالبندق كحاجه حلوه، ومانجا وطماطم، وهنا عصير تفاح اللي هو اسمه صن بلاست، وده بيكون اورجانيك 100% عصير. هنا هتاخد برضو نفس الساندوتش ونفس الحاجه الحلوه، بس هي مش عايزه مانجا، عايزه خيار وجزر، وبرضو هتاخد نفس العصير. بالنسبه لميزو هو ده المانجا وعجبته، فيا رب ان شاء الله ياكلها، فياخد هنا مانجا بس مقطعه له مكعبات اصغر شويه من سما، وقطعه الخيار اللي
بتاعت كل مره. برضو عصير والحاجه الحلوه هي ونفس الساندوتش، وده كل حاجه. وهنشوفكم لما يرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم. الاطفال رجعوا البيت وهنشوف هما اكلوا ايه النهارده. هبتدي الاول بحنا. تعالي يا نانا. هنا اكلت كل حاجه. دقتي دي ولا لا؟ اكلتي اللي جواها؟ فاضيه منك. طيب كان حلو المانكي؟ لا كانت ايه النهارده؟ الفروج كانت حلوه. طيب ماشي. بحب البيض. كلتي الخيار والجزر ما كلناهوش ليه؟ مش بتحبيه؟ خلاص ماشي. هنا كده سما بتقولي ان هي ما كلتش حاجه من الساندوتش، فانا اصلا مش عارفه ايه اللي حصل له. خلينا انا اكله. هي قالت هتاكله بعد شويه. هي قالت هي هتاكله يا نانا، بس هي حشت كل حاجه من عليه وبعد كده ما اكلتهوش، بس قالت هي هتاكله بعد شويه. وهنا اكلت كل حاجه. بالنسبه لي ميزو، اكلت ايه ميزو؟ كت ومش كت حاجه كت. اكل هنا ساندويتش. هنا فاضل واحده من الخيار دي تقريبا بتاعت الساندويتش، وما اكلش ايه. اكلت حاجه من المانجا؟ اكلت من دول؟ لا ما اكلش من دول. وده كل حاجه في الاسبوع ده. الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون اسبوع قصير، هم هيروحوا 3 ايام 3 ايام بس تقريبا، والاسبوع اللي بعده هيكون الامتحانات، فاحنا قربنا نخلص خلاص المدرسه. ده كل حاجه في الاسبوع ده. هنشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ده دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عايزين ان انا انزل طريقه الساندوتشات بالتفصيل ممكن اعملها فيديو منفصل، طريقه عمل الساندوتشات على شكل حيوانات لو انتوا حابين. ده كل حاجه. سلام عليكم. القناتين اللي هندعمهم النهارده، اول قناه اسمها ملك تيوب، وده شكل القناه والفيديوهات اللي موجوده عليها، وهحط اللينك بتاعها في صندوق الوصف اللي حابب يشترك فيها ان شاء الله. والقناه التانية اسمها جوجي بركات، وده برضو شكل القناه، وهحط اللينك بتاعها في صندوق الوصف اللي حابب يشترك فيها. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.